لو قلت لك خمن عمر الشاب ده اظن هيجي في دماغك 25 سنه، ولو جيت قلت لك ان الشاب ده عنده 56 سنه هتصدقني؟ السلام عليكم. من فترة ظهر حاجة غريبة شوية، وهو الممثل السنغافوري شاندو تان أو العجوز الشاب، والوطن العربي بدأ يعرفه وبقى ليه معجبات كتير جدا. بصراحة حقهم، الحاج حلو برضه، ورغم شهرته اللي زادت جدا الفترة الأخيرة، ولكن سر شبابه ونجاحه في حياته المهنية هيفضل خفي. وطبعا انا جاي النهارده اكشفه ما انا عامل الفيديو دي. اتولد شاندو تان في 3 مارس سنه 1966 في سنغافوره. هتقولي عرفت منين؟ ده مولود على ايدي. كبر شويه ودخل مدرسه ناني يانج الابتدائي، وبعدها كبر اكتر ودخل مدرسه بيداو الثانويه. وطول الفتره دي كان عقله مليان فن وابداع، لدرجه ان هو في ابتدائي دخل كورس للرسم والتصميم. هو كان موهوب جدا وبيحب الفن بشكل عام، والحمد لله كبر وخلص ثانوي وبدا في اول شغل ليه كعارض ازياء وموديل اعلانات، لحد ما واحده واحده بدا يتعرف شويه في المجال، واشتغل في شركه كاري موديلنج اللي كانت مشهوره جدا وقتها. وبدا شاندو مسيرته المهنيه واشتغل مع ماركات عالميه لحد السنه الحاسمه 1995 لما اتجه لمجال التصوير، وبالفعل نجح فيه نجاح باهر، بس برضه ما سابش مجال الموديلنج. وده اللي خلى ناس كتير تشكك فيه ويقولوا انه دخيل على مجال التصوير، لحد ما فعلا اثبت للعالم كله موهبته الحقيقيه في التصوير. وده وضح اكتر لما عمل اكتر حاجتين بيحبهم وضمهم مع بعض، واصبح شاندو تان مصور مشهور للازياء والمشاهير، ولسه عنده اكتر واكتر في حياته المهنيه. عشان كده سنه 1997 اسس شركه ايفاي للموديل، وده اللي فعلا نحت اسمه في المجال. واللي كان بقى مميزه عن الشركات المنافسه وقتها انه كان بيختار الشباب اللي ملامحهم رقيقه وبيج فيس، عكس الشركات الثانيه اللي كانت بتميل للشكل الرجولي اكتر. وجت سنه الحظ بالنسبه لتان، وهي سنه 2000 لما اتحد مع المصور فراي او اللي كان مشهور وقتها، وبعد 6 سنين بس كانوا مصنفين ان هم افضل مصورين في اسيا كلها. وكالعاده لو انت مصور او بتعمل اي محتوى ابداعي لازم طبعا تعرضه للناس عشان شعبيتك تكبر وشغلك يكون ليه معجبين، وده فعلا اللي عمله شاندو تان في سنه 2015 لما عرف الانستجرام وبدا ينشر عليه مشاريعه وانجازاته. وطبيعي جدا الناس كانت عايزه تعرف مين الشخص اللي عمل كل الانجازات دي، وهو ما كدبش خبر وبدا ينشر صور ليه، والناس بدات تعجب بيه جدا وبجسمه الرياضي. وكانت طبيعي ان الناس شايفين شاب رياضي وعارض ازياء ومصور وممثل، لحد ما جه اليوم اللي عمل نقطه التحول لما نشر على انستجرام صوره ليه وهو بيحتفل بعيد ميلاده عادي جدا. ونقطه التحول ما كانتش في الصوره، كانت في الشمع اللي موجود على الطرق، واللي كان رقم 56، والناس بطبيعتها بدات تهبط، واللي يقول ده عدد حلقات المسلسل الجديد هو بطله، واللي يقول ده رقم ثروته في البنك وبيحتفل بيه، واللي يقول ده وزنه مش عمره. والموضوع طلع ترند جدا لحد ما جه موقع رايت سايد وعمل معاه لقاء عشان يكشف روتينه الصحي، وقال في اللقاء ان في 7 عادات بيعملهم كل يوم، ولكن قال برضه ان مش شرط خالص ان هم يكونوا السبب في شبابه، وده لان عيلته شكلهم كلهم شبابي، وده غالبا وراثي. وكانت العاده الاولى انه بيعتمد 70% على نوع الاكل والوجبات، و30% بس على التمارين الرياضيه. وجبه الفطار بتاعته بتتكون من 6 بيضات مسلوقين مع كوبايه حليب، شحاته ابو كف يا اسطى. 2 وجبه الغداء بتكون فراخ مشويه مع رز وخضار وشوربه سمك. 3 وجبه العشاء بتكون سلطه خضار او فواكه. 4 بيبعد تماما عن القهوه والشاي ومش بيشرب كحوليات ولا بيدخن، وبيشرب ميه كتير. 5 بيلعب رياضه 4 مرات في الاسبوع ولكن نص ساعه بس. 6 بيتجنب النوم بعد الساعه 11 بالليل وبيصحى بدري كل يوم، وقال كمان انه مش بياكل اي حاجه قبل النوم ب6 ساعات. 7 والاهم، ودي من وجهه نظري اهم نصيحه في كل ده، هو انك تعمل الشيء اللي بتحبه دايما، عشان كل حاجه بتعملها بتاثر على نفسيتك، ونفسيتك بتاثر على جسمك وشكلك، وانت بس اللي بتختار التاثير ده حلو ولا وحش. وبس كده يا صديقي. يمكن كل ده بسبب الوراثه وان فعلا عيلته كلها كده، ولكن الاكيد ان الرياضه والاكل الصحي والبعد عن التدخين والمنتهيات ليهم اثر مهم ومفيد جدا على الصحه النفسيه والجسديه، وده فعلا اللي بيخلي شعوب قاره اسيا مش بيكبروا وموقفين الزمن. الزمن مستحيل يقف، بس انت ممكن تمشي اصلا. سلام عليكم.